السيدات والسادة، استوقفني بالأمس ما كتبته طبيبة زميلة متواجدة في المملكة العربية السعودية عندما ذكرت بأن المدير الطبي للمنشأة المتواجدة فيها كان في زيارته الأولى لمصر، وكان عندما عاد إلى المملكة ذكر الكثير مما تغير على وجه مصر من المنشآت الجديدة وانسيابية الطرق، وحتى أنه ذكر متحف الحضارات وعين السيرة والتحديثات المتواجدة على أرض مصر. وقال مما قاله بأن مصر لديها من الآثار والتاريخ الذي يستلزم أن نتوقف عنده كثيرا، وذكر تحديدا جامع عمرو والكنيسة المعلقة وغيره. وهذه الجزئية تعود بنا إلى أكثر، أو بي تحديدا، إلى أكثر من 30 عاما عندما زرت للمرة الأولى الأقصر ومعابدها ومتاحفها، ووجدت أن هناك سائح أجنبي قدم إلى مصر على كرسي متحرك لكي يستمتع بما لدينا من تاريخ وحضارة. هذه الجزئية نعول عليها كثيرا بأن يكون لدينا الوعي لنعرف أن لدينا السياحة التاريخية المتواجدة في الأقصر وبها ثلث آثار العالم، إضافة إلى ما يتواجد كعجيبة من عجائب الدنيا السبع، الأهرام وأبو الهول وغيره من الآثار المتواجدة في الجيزة والكثير من المحافظات، إضافة إلى السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية تحديدا. ولدينا في جنوب سيناء حمام فرعون والعيون الكبريتية في راس سدر وغيرها، وكذلك ما قامت به وزارة الصحة والسكان مؤخرا بالتعاون مع محافظة القاهرة بالحديث عن تطوير كبريتاج حلوان والاهتمام بالمياه الكبريتية والسياحة العلاجية. وفي مرحلة ما عندما قامت واحدة من شركات الدواء المصرية باستقطاب أو قدوم ميسي على أرض مصر لكي يتحدث عن تور أند كيور، ويتحدث عن العلاج بالعقاقير الجديدة للالتهاب الكبد الفيروسي سي، وكان قصده من هذه الحملة أن يأتي بهذا العلاج إلى مواطنيه في البرازيل، في الأرجنتين معذرة. عندما نقول بأن لدينا الكثير من المقومات للسياحة العلاجية والاستشفائية والجو العليل والشمس الصافية والرمال المتميزة في مصر، إضافة إلى مدن ساحلية فيها الكثير من المميزات كالأقصر وشرم الشيخ وغيرها، نقول دوما بأن هذه المقومات تعيد الشباب إلى أن يدركوا بأن لدينا تاريخ نعتز به، وللمواطنين لدينا تاريخ نعتز به. والغريب بأنه ربما تجد واحدا من أبناء الجيزة مثلا لم يزر ولو مرة واحدة الأهرام وأبو الهول وغيره، وكذلك ربما تجد في مدن فيها الكثير من الآثار ولا يعلم مواطنيها عنها شيء. نحتاج إلى أن نعمق الزيارات المتعلقة بالآثار التاريخية والمناطق التاريخية لدينا من خلال السياحة الداخلية، ليعلم طلابنا وأبناؤنا بأن لديهم تاريخ يعتزون به، وما يجدونه في المناهج التعليمية ربما يرونه رأي العين ليكون لديهم حافزا بأن هذه البلد نبني حضارتها على حضارة سابقة. إضافة إلى أن الكثير من المؤتمرات التي حضرناها تتناول السياحة العلاجية كانت تتحدث في الكثير من التوصيات عن أهمية أن يتم التعاون مع، أو أن يكون لدينا في السفارات المصرية بالخارج ترويج عن المقاصد السياحية، سواء كانت سياحة علاجية من منشآت طبية وسهولة العلاج وغيرها. والحديث عن دول عربية لا يكون لدينا حصة من السياحة العلاجية إلا النذر القليل، ويكفي أن دولة مثل الأردن الشقيق فيها مقاصد سياحية للسياحة العلاجية أضعاف ما يتواجد في مصر في الحصيلة، لكن لدينا المقومات الأكثر من كثير من الدول. اليونان ربما لديها عدد محدود من العيون المائية أو غيرها، لكنها تروج كثيرا للسياحة. نحتاج إلى وعي داخلي للسياحة الداخلية في مصر، وأيضا ترويج إلى المقاصد السياحية المصرية في الخارج. دوما نقول بأن الشباب عليه دور كبير من خلال مواقع
مواقع التواصل الاجتماعي وتوصيل رسالة بأن مصر ترحب بسائريها. دوما نقول ويلكم تو ايجيبت أو غيرها، أو الكثير من المترادفات التي تتحدث عن السياحة، لكن في الختام دوما نقول للشباب: السياحة يا ولدي.